جولة صباحية لتوقعات الأسواق العربية تجدونها في قبل التداول يوميا على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط. مستمعينا، أسعد الله صباحكم بكل الخير. هذه حلقة جديدة من قبل التداول للسوق المصرية. معكم محمود ربيعي، ومعي على الهاتف في البداية الأستاذ محمد جاب الله، خبير أسواق المال ومدير التداول بشركة التوفيق. بداية أستاذ محمد، بعد التحية إليك، ما هي توقعاتك لأداء السوق المصرية خلال جلسة اليوم؟ في أول الجلسة يمكن لغاية الساعة 1 أو 1:30 ومحدش يستغرب، يمكن نشوف ضغوط بيعية شوية مع ضعف في قيم التداول. ده هيكون نتيجة ان السنة المالية بتنتهي، وان الشركات السمسارة بتقفل المراكز المفتوحة فيها طبقا لآلية الكريدت، ودي ظاهرة متعارف عليها. يمكن بتنتهي من اقفال المراكز المفتوحة على الساعة 1:30 تقريبا. بعد كده ان شاء الله نشوف اداء ارقى، ويمكن تسارع في احجام التداول في اخر ساعه من الجلسه، وان شاء الله هنقفل على المنطقه الخضراء بامر الله تعالى، يمكن قرب مستوى 6880 باذن الله او 6850 ان شاء الله رب العالمين. بس هيكون في نهايه الجلسه مش عايز حد يتخض، مش عايز حد يبقى ايده مرتعشه طالما شغال بفلوسه، ما فيش اي ضغوط من اي ناحيه عليه في الفتره الصباحيه من الجلسه. وفي الفتره المسائيه ان شاء الله او في النص الثاني من الجلسه الامور كلها هتتعكس وهنقفل الجلسه كويس باذن الرحمن. في النهايه الاستاذ محمد جاب الله، مدير التداول بشركه التوفيق، اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. وما زلنا مستمرين معكم في قبل التداول، ومعنا الآن على الهاتف الأستاذ علاء عبد الحليم، العضو المنتدب بشركة المتحدة. بداية أستاذ علاء، بعد التحية إليك، ما هي توقعاتك لأداء السوق المصرية خلال جلسة اليوم الثلاثاء؟ لا طبعا يكون في أداء مختلف، يكون آخر جلسة في السنة كويس. أتوقع أن يكون في بعض المراكز المالية تغلق، أتوقع أن يكون في بعض الرغبة ان الناس تعيد حساباتها سواء بالنسبه لتسويه مراكزها او بالنسبه لتسديد جزء من ارباحها. انا متوقع ان ربما تنخفض قليلا غدا يعني. الى هنا مستمعينا تنتهي هذه الحلقه من قبل التداول للسوق المصريه، كان معكم فيها محمود ربيعي، والى ان نلتقي دمتم في امان الله. جولة صباحية لتوقعات الأسواق العربية تجدونها في قبل التداول يوميا على راديو مباشر، راديو الاقتصاد الأول في الشرق الأوسط.